السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة مميزة جدا جدا. هنحضر مع بعض وصفة فطاير هشة جدا وطرية، عجينة اقتصادية 100%. هتكون معاكي مورقة وهشة، وهنعمل أشكال احترافية بطريقة مفيش أسهل منها، هتنافسي بيها الفينو والباتيه واي مخبوزات ممكن تكوني بتجيبيها من بره. هنعرف كل المقادير المظبوطة عشان تطلع معاكي بالجمال والطراوة دي، وكمان البدايل عشان كلنا نقدر نعملها، وكمان كل التفاصيل والتكات زي ما تعودنا مع بعض. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنسمي بسم الله، ومعايا طبق عميق هنزل فيه بكوبايتين من المية، مية دافية بما إننا دخلنا على فصل الشتاء، ولو احنا في الصيف هتكون مية عادية من الحنفية، ما يعادل 400 ملي من المية. كمان معايا باكت من الخميرة ما يعادل 11 جرام من الخميرة الفورية. كمان معانا 60 جرام من السكر الحبيبات ما يعادل نص كوب، زائد معلقة كبيرة من معالق الأكل العادية. هنقلب كل المقادير مع بعضها لحد ما الخميرة تدوب معانا والسكر كمان يدوب ويختفي، واتأكد كويس جدا ان الخميرة بتاعتي نشطة. مهم جدا جدا الخطوة دي يا بنات. هنقلب كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هنبتدي نحضر بقية المكونات بتاعتنا. خلاص كده الخميرة اتأكدت ان هي نشطة لما بتطلع كده فقاعات على وش السائل بتاعنا. هنا معايا 40 ملي من الزيت النباتي، وكمان هقولك هنضيف كمان مادة دهنية تانية واحنا شغالين مع بعض. طبعا دي مش كل كمية المادة الدهنية، انا هنا ضفت 40 ملي ما يعادل 4 معالق كبيرة من معالق الأكل العادية. كمان هبتدي إن أنا أضيف معلقة كبيرة من الخل ما يعادل 10 جرام من الخل، وهنقول فايدة الخل إيه في العجينة بتاعتنا. هنقلب بقى كل المقادير مع بعضها، وبعد كده عندي معلقة كبيرة من الفانيليا، تقدري تستخدمي الفانيليا السايلة أو حتى الفانيليا البودر لو متوفرة عندك. أهم حاجة إن نوع الفانيليا السايلة يكون نوع موثوق فيه عشان ما يغيرش طعم الفطائر بتاعتنا. هننزل بقى بكمية الدقيق. معايا هنا كيلو دقيق ما يعادل 8 أكواب بمج الشاي العادي المتوفر في كل بيت، طبعا نخلينه قبل كده. تقدري تستخدمي أي نوع دقيق انت بتفضليه، ولكن المهم ان يكون عرقه كويس. انا هنا استخدمت دقيق النصر، بصراحة هو ممتاز وما بيشربش معايا مية كتير. كمان هنا نزلت بمعلقة صغيرة من الملح ما يعادل 7 جرام من الملح. هبتدي بقى ان انا انسم كده الدقيق بتاعي في المية. انا عايزة كده اتوه الدقيق والمقادير كلها تختلط عشان اقدر ان انا احصل على عجينة طرية وبتلزق الى حد ما. مهم جدا جدا خطوات العجين نخلي بالنا منها عشان نطلع معجنات او فطائر تكون هشة وطرية، وكمان ما تبرولش معانا بعد التسوية حتى لو فضلت معانا سواء بره التلاجة أو داخل التلاجة. حضرت هنا كوباية من المية ما يعادل 200 ملي من المية، وهبتدي ان انا اخد منها بالتدريج عشان اربي عرق ليه العجينة بتاعتي. حتى لو الدقيق بتاعي العرق بتاعه مش قوي، بالطريقة دي ان انت بتاخدي مية بالتدريج بتساعدي على ان العرق بتاع الدقيق يقوى او عرق العجينة يقوى، وكمان بتنشطي مادة الجلوتين اللي بتبقى موجودة في الدقيق، وده بيساعد طبعا على نتائج كويسة جدا جدا وناجحة للمعجنات بصفة عامة وللفطائر بصفة خاصة. زي ما انت شايفة كده العجينة في الأول ممكن تلاحظ ان هي ملزقة كده، ولكن مشي بخطواتنا ان شاء الله هتطلع طرية وهشة وحاجة كده ما شاء الله تبارك الله. انا مجرد هنا في الخطوة دي او في المرحلة دي محتاجة ان انا الم العجينة والطبق بتاعي كده ينضف من الدقيق والعجينة، والدقيق يختفي تماما مع السوائل، وبعد كده زي ما احنا متعودين مع بعض
هنبتدي إن احنا ننقل العجينة بتاعتنا على الرخامة أو على سطح العمل ونشتغل فيها. عايزة أقولك لو عندك عجان تقدري إن انت تستخدميه، وإن شاء الله هيكون النتيجة فيه ولا أروع. زي ما انت شايفة كده أنا سبت العجينة ترتاح دقيقة وغسلت إيدي ورجعت لها تاني، والخطوة دي من الخطوات اللي بتنجح معاكي المعجنات أو أي مخبوزات انت بتعمليها. ليه؟ لأن إن احنا بنريح العجينة ده بينشط وبيحفز مادة الجلوتين، وبيعمل لنا شبكة جلوتينية في الفطائر أو في المعجنات بصفة عامة. يعني مش فكرة إن احنا بنريح إيدينا ونرتاح شوية وبس، لأ، ده بيؤدي إن العجينة بتاعتنا بينشط فيها مادة الجلوتين والعرق بتاعها بيقوى معانا. نقلت كده العجينة بتاعتي على الرخامة وهبتدي بقى ان انا اعجن فيها، والخطوة دي مهمة جدا جدا، ان انتي بتعجني كده في العجينة بتلتي وتعجني فيها كويس جدا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. لو انتي بتشتغلي بايدك يعني حوالي مش اقل من 12 دقيقة داخل فيهم مدة ترييح العجينة. لو انتي بتشتغلي في العجان يبقى هياخد معاكي حوالي 7 دقايق. هبتدي بقى ان انا اخد واحدة واحدة كده من المية بتاعتي، وهقولك في النهاية ان شاء الله احنا استخدمنا قد ايه اجمالي السوائل. طيب نتكلم شوية كده على البدائل المتاحة، لو في بدائل نقدر ان احنا نستعيض بيها عن او نحطها في الوصفة بتاعتنا او الفطائر بتاعتنا النهاردة. بالنسبة لكمية السوائل تقدري ان انت تستخدمي نص الكمية مية، والنص التاني لبن حليب أو لبن رايب أو اللي هو اللبن القاطع أو حتى شرش اللبن أو شرش الجبنة. طبعا براعي نسبة الملوحة لو أنا هستخدم شرش اللبن أو شرش الجبنة. نرجع للعجينة بتاعتنا، أنا سبتها كده دقيقتين ترتاح، وزي ما قلنا الخطوة دي مهمة جدا جدا. وباخد كده المية بنسم بيها العجينة بتاعتي، وبلاحظ ان العجينة في البداية كده بتكون بتلزق، ولكن بعد العجن لمدة دقيقتين كده او 3 بترجع تنعم معايا وبتبقى قوامها املس. ممكن بايدك اللي انتي بتعجني بيها تحس ان هي بتلزق، ولكن الايد التانية لو لمستيها كده هتلاقيها بتلزق حاجة بسيطة لا تذكر. كمان عايزة اقولك لو حسيتي ان العجينة بتلزق ما تتسرعيش وتحطي دقيق، ما تضيفيلهاش دقيق، لان كده انتي ممكن تغيري في المعيار وتطلع معاكي الفطائر او المعجنات مكتومة معاكي. هنا بقى حضرت 40 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، يعني عايزينها كده تكون متماسكة، حاجة بسيطة لا تذكر. طبعا ما تكونش ساقعة بدرجة حرارة التلاجة عشان العجينة بتاعتي ما تخرصش معايا. هلاحظ كمان وانا بعجنها كده وضفت لها الزبدة ان العجينة بدأت تتقطع معايا كده وقوامها يبقى مش مظبوط. ما تقلقيش خالص، مع العجن المستمر هتلاحظي ان العجينة بدأت تنعم معاكي وتلم، والتلزيقة والتقطيع اللي كان فيها خلاص بدأ ان هو يختفي تماما. يبقى احنا كده ضفنا للعجينة بتاعتنا النهاردة 80 جرام من المواد الدهنية، 40 جرام من الزيت النباتي، وكمان 40 جرام من الزبدة. وتقدري ان انت تستبدلي الزبدة بالسمنة، ولكن عايزة اقولك الزبدة لان بيبقى فيها نسبة مية بتكون بتدي طراوة للمعجنات وطعم وريحة برضو مميزين عن السمنة. هنا كده خلصت العجن بتاعي، وهبتدي بقى ان انا ادهن الطبق بتاعي دهنة خفيفة من الزيت. زي ما انت شايفة كده العجينة بتلزق معانا حاجة بسيطة، ودي نقطة مهمة جدا في طراوة المعجنات وان هي تكون هشة معاكي. دهنت كمان وش العجينة بتاعتي كده عشان لما اغطيها كده بكيس مطبخ ما تبقاش تلزق فيه بعد التخمير. هنا جبت كيس عادي خالص وبدأت ان انا اقفل كده على العجينة، وكمان هغطيها بفوطة مطبخ وهسيبها في مكان دافي تختمر. طبعا بما اننا دخلنا على فصل الشتاء او الجو بدأ يكون بارد نسبيا، هسيبها في مكان دافي مش اقل من ساعة.
عايزة أقولك استخدمت كوبايتين ونص زائد معلقة كبيرة من المية، وهسيبلك إن شاء الله كل المقادير بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف. وهنا العجينة بتاعتي كانت خلاص اختمرت. هبتدي بقى ان انا ارفعها او اشيلها كده من الطبق، بس الاول هنهبط العجينة معانا، وبعد كده هبتدي ان انا اقسم العجينة بتاعتي لنصين. يعني زي ما انت حابة، لو حابة ان هم يكونوا قد بعض ممكن تستخدمي الميزان، ولكن انا هنا هستخدم كده يعني ايدي، وبالسكرابر كده هقطعها لنصين، وهبتدي ان انا اشيل اول نص هعمله بس كده، هكوره واعمله كده بشكل دائري زي ما انت شايفة، وهحطه كده في الطبق اللي احنا كنا عاجنين فيه، وهيتغطى كده ب ستريتش او ب كيس مطبخ، وهشيله على جنب الحين ان انا ارجع له واستخدمه. اول بقى قطعة من العجينة هبتدي ادهن كده سطح العمل او الرخامة بتاعتي بدهنة خفيفة جدا من الزيت، لان طبعا العجينة بتاعتنا عجينة طرية جدا وبتلزق، حاجة بسيطة فممكن ان هي تلزق في سطح العمل بتاعنا او الرخامة. هبتدي بايديا كده افرد العجينة بتاعتي، وهستخدم المردنة او النشابة، لان طبعا انا مريحتهاش، تقدري ان انت تسيبيها 5 دقايق ترتاح. بعد كده هنبتدي ان احنا نقطعها بسكينة او حتى بقطاعة البيتزا زي ما احنا استخدمنا كده قطاعة البيتزا، وهنقطعها 4 تربع كده بالشكل ده، وكل ربع هنقطعه على هيئة مثلثات. طبعا الأحجام اللي انت تحبيها، حابة تكبري عن كده شكل المثلث أو حجم المثلث مفيش مشكلة، حابة تصغريه مفيش مشكلة، ولكن ده هيخلي بقى شكل المعجنات بيختلف على حسب التقطيع بتاعتك، يعني الحجم هيختلف زي ما انت مقطعاها. هنقطع بقى كل الكمية أو كل العجينة بتاعتنا، وهنبتدي ان احنا نعمل فيها في النص فتحات كده، يعني هنشرحها كده تشريحات بسيطة، بس نراعي ان احنا نسيب جزء كده مفيهوش اي تقطيعات او تشريحات، عشان هنضيف فيه الحشوة، عشان الحشوة ما تخرجش بره الفطائر بتاعتنا. حضرت هنا الحشوة بتاعتي، والحشوة بتاعتي هتكون ميكس جبن ولانشون، تقدري تستخدمي جبنة فيتا او جبنة اسطنبولي او اي نوع جبن او اي نوع حشوة انت بتحبيها. ممكن تستخدمي كمان اللحمة المتعصجة، او تستخدمي اي نوع حشوة انت بتحبيه. ممكن كمان تستخدمي شرايح البانيه بعد التشويح ليها وتتبيلها. خلاص كده بمسك بقى كل مثلث كده وببرمه كويس جدا، بالظبط زي ما تكوني بتعملي الكرواسون، ولكن بقى بلم الاطراف بتاعتها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبلزقهم في بعض كويس جدا، ولان العجينة بتاعتنا طرية جدا جدا فبتلزق بكل سهولة. بعد كده بحضر صاج بدون اي مادة دهنية، يعني ما بدهنهوش اي حاجة، وبرص فيه الفطائر بتاعتي. هنعمل واحدة مع بعض كمان عشان حبايبنا اللي أول مرة يعملوا الفطائر يشوفوا الطريقة بالتفصيل وطريقة التشكيل. ودي أول طريقة أو أول تشكيل للمعجنات. النهاردة هنعمل أكتر من شكل للمعجنات بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما انت شايفة بلفها كده وبضغط على الأطراف بالشكل اللي انت شايفاه ده، ضغطة بسيطة جدا وبتلزق معانا، وبعد كده بنرصها في الصاج أو في الصينية وبنسيبها تختمر. كمان واحدة عشان كل حبايبنا، وسامحوني لو كنت بطول عليكم الفيديو، ولكن عشان كل حبايبنا اللي لسه مبتدئين يشوفوا الطريقة بالتفصيل وبكل التكات والتفاصيل بتاعتها، ويقدروا ان هم ينفذوها. لو وصلتي معايا للنقطة دي في الفيديو، ياريت لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي بسرعة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انت شايفة طريقة تشكيلها مفيش أسهل من كده، ولكن شكلها بيكون غاية في الجمال، لوحة فنية. نعمل كمان واحدة مع بعض كده
بس بتراعي وانتي كده بتلفي بتشدي العجينة عليكي عشان تكون ثابتة معاكي وما تفكش معاكي أثناء التخمير أو بعد التسوية. بلزق كده طرف العجينة اللي هو رأس المثلث في الرخامة بتاعتي وبلف كويس جدا، وبعد كده بلف الأطراف وبلزقها بكل سهولة مع بعضها. زي ما انت شايفة بتلزق معاكي بكل سهولة. طبعا ما بتدهنيش ايدك زيت ولا الرخامة، يعني ممكن تدهني الرخامة حاجة بسيطة جدا عشان ما يأثرش ده على العجينة وما تلزقش أثناء التشكيل. خلصنا بقى أول شكل معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده، ورصيناهم في الصينية بتاعتنا وهنسيبهم بقى يختمروا، وهنرجع للعجينة بتاعتنا أو النص التاني اللي احنا كنا شايلينه على جنب. هبتدي بقى ان انا اقطع العجينة بتاعتي لكرات كده صغيرة، يعني في حجم البيضة او اليوسفندية الصغيرة، وهبتدي ان انا اكورها. لو حابة تستخدمي الميزان هتعمليها، انا عملتها بصراحة يعني حجم 35 جرام، ممكن تزيد جرام او تقل جرام، ولكن في العام 35 جرام. الحجم ده كان مناسب جدا جدا. وهنبتدي ان احنا كده نشكلها كلها على شكل كرات، وبنسيبها بقى كده ترتاح معانا لحد ما اخلص كل الكمية. بس براعي ان انا بغطيها كده بكيس مطبخ او بفوطة مطبخ نظيفة عشان ما تنشفش معانا ولا تعمل قشرة من الوش بتاعها. هخلص بقى كل الكمية، ودهنت كده وش العجينة او الكرات بتاعت العجينة بتاعتي دهنة خفيفة من الزيت، وزي ما قلتلك بنغطيها بكيس مطبخ. باخد اول كورة انا شكلتها وبقلبها كده على وشها الناعم، وببتدي ان انا ابططها كده او افردها بشكل دائري. بتكون طيعة جدا وسهلة في التشكيل. ممكن تستخدمي كمان المردنة أو النشابة لو حابة تسهلي على نفسك. نركز بقى في طريقة التشكيل. هنعمل بقى فطائر الكونو اللي هي بتبقى شكل كده الكونو أو البسكوتة بتاعة الجيلاتي. بنحط بقى الحشوة، احنا هنا حطينا شوكولاتة، وبعد كده بلفها بشكل دائري بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنعمل مع بعض ان شاء الله كذا واحدة عشان حبايبنا اللي حابين يعملوا الشكل ده يشوفوا كل التفاصيل والتكات. هنعمل كمان واحدة كده فردناها بالشكل ده، وممكن كمان تستخدمي النشابة زي ما انا كده وريتك اهو، يعني تعمليها بايدك ماشي او بالنشابة برضو ماشي. وهبتدي ان انا اقطعها كده من النص بس، يعني ما بكملش لنهاية الفطيرة بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده، قطع بسيط كده. وببتدي ان انا الف بشكل دائري وبقفل عليها في الاول، وبعد كده بلفها كده كأني بلف يعني زي القرطاس كده. تقدري طبعا تعملي الحجم اللي انت حباه، حابة تكبري عن كده ماشي، ولكن بتهيألي لو صغرتي عن كده هتكون صغيرة جدا. بس خلي بالك ان العجينة لما بتختمر طبعا حجمها بيتضاعف، فتراعي النقطة دي وانتي بتقطعي العجينة بتاعتك او بتشكليها. هنعمل كمان واحدة مع بعض كده، بنقطع كده قطع يعني لحد المنتصف، يعني كده بلغة أهل الرياضيات نص قطر الدائرة بتاعتنا كده بنقطعه. وبعد كده بلفها بشكل دائري وبقفل، وباخدها بقى كده بشكل دائري زي ما انت شايفة كده حوالين بعضيها، وبتتلف معايا بكل سهولة. أتمنى طريقة التشكيل تكون واضحة لكل حبايبي اللي حابين ينفذوا الفطائر بتاعتنا. هنا شكلت كده نص الكمية بالشكل اللي انت شايفاه ده، او نص الصاج بمعنى اصح. وهنعمل بقى شكل تاني كده واحنا شغالين مع بعض. حبيت ان انا اعمل لك في الفيديو ده اكتر من شكل للفطائر عشان الشكل اللي انت تحبيه وتفضليه تعمليها بيهم، ولو حابة كمان تشكلي لأولادك تقدري ان انت تعمليها بمنتهى السهولة. هنا بقى هنعمل شكل تاني مختلف. هنا هنجيب كده 2 من
الفطائر بتاعتنا وهنفردها كده بالنشابة، يعني ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي. وأول واحدة هبتدي إن أنا أقطعها كده أو هعمل فيها تشريحات بقطاعة البيتزا، وبعد كده هلزق عليها الفطيرة التانية وهبتدي إن أنا أحشيها وهعملها أقفلها كده زي ورقة الشجر. الشكل ده كده بنسميه شكل ورقة الشجر أو أوراق الشجر، فطائر أوراق الشجر. بيكون شكلها جميل جدا جدا، ده غير طبعا طعمها. تقدري كمان تحشيها بالحشوات اللي انت حباها، زي ما قلتلك ما تتأيديش أبدا أبدا بأي حشوة. الموجودة عندك تقدري تحشيه واللي بتحبيه وبتفضليه كمان. هنا حطينا الحشوة بتاعتنا، وبعد كده هنقفل عليها، ناخد الطرف يمين وشمال ونقفل كده. وطبعا العجينة بتاعتنا عشان معجونة صح واتخدمت في العجن كويس جدا فهتلزق معاكي بكل سهولة. هقفل بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفة؟ اللهم بارك، شكلها بياخد العقل، حاجة كده تبارك الله. نعمل مع بعض واحدة كمان، واحنا شغالين فيها كده نتكلم عن البدائل. تقدري ان انت تستغني خالص عن السكر وتضيفي لو حابة معلقتين كده من عسل النحل او تقللي كمية السكر. كمان بالنسبة للخميرة الفورية تقدري تستغني عنها وتستخدمي الخميرة البيرة، مكعب كده صغير ما يعادل 15 جرام. كمان الفانيليا لو مش بتحبيها في الفطائر تقدري تستغني عنها. بالنسبة كمان للمادة الدهنية تقدري تضيفي كل الكمية. احنا ضفنا 80 ملي من المادة الدهنية، تقدري تستخدميها كلها زيت او النص زيت والنص سمنة او النص زيت وزبدة زي ما احنا عملنا مع بعض. خلصنا كده تاني واحدة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وخلصنا الصاج التاني وهنسيبه بقى ان هو يختمر في مكان دافي، بس طبعا بنغطيه. اول صاج معانا كان اختمر بالشكل اللي انت شايفاه ده وحجمه تضاعف. هبتدي بقى ان انا كده ادهنه. عندك مطلق الحرية ان انت تدهني باي دهان انت بتحبيه، سواء صفار بيضة على شوية لبن، ربع كوباية لبن، او معلقة كده من اللبن البودر او الحليب البودر، وعليهم ربع كوباية مية او حتى ربع كوباية مية على معلقة سكر. انا هنا رشيتها بس شوية مية، وحطيت على وشها كده شوية من السمسم ودخلتها الفرن على فرن عالي الحرارة، أعلى درجة حرارة، ما بتاخدش أكتر من عشرة ل12 دقيقة. وبتطلع معايا كل الفطائر بالشكل اللي انت شايفاه ده. اللون انت اللي بتتحكمي فيه، حابة يكون لون أغمق شوية يعني ذهبي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده تمام، حابة يكون أفتح من كده زي ما انت حابة. بتطلع بتسيبيها ترد كده من حرارة الفرن وبتبقى معاكي طرية بالشكل اللي انت شايفاه ده وهشة جدا جدا. يعني حاجة كده اللهم بارك، تقدري تعملي منها كميات، وبسم الله ما شاء الله الكيلو مطلع معانا كمية وفيرة. تقدري تحتفظي بيها في أكياس وفي التلاجة على طول في الفريزر وتطلعي منها على حسب استخدامك. طريقة سهلة وبسيطة ومكونات إن شاء الله موجودة في كل بيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش الدعاء لإخواتنا، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.